النادي الاهلي هيعمل معسكر بتاعه في تونس خارج مصر، وحتى النادي المصري البورسعيدي هيعمل المعسكر بتاعه في تونس برضه خارج مصر. اما نادي الزمالك العريق الكبير اللي عنده جماهير كتير وعنده جماهير بالملايين هيعمل المعسكر بتاعه فين؟ في الكليه الحربيه. وحابب اقول ان الميديا بتاعت النادي الاهلي فيها اجانب شغالين فيها، عشان كده احنا شفنا ازاي بيقدموا صفقات النادي الاهلي وشفنا ازاي التطور وصل ليهم لحد فين. وحابب اقول ان نادي الزمالك ماشي على الخطى الصحيح، ورحنا تعاقدنا مع مين؟ مع الشاب مصطفى عنتر اللي كان شغال في ميديا فاركو. مين مصطفى عنتر ده؟ الله اعلم. وطبعا كلنا شفنا البرومو بتاع المدرب بتاعنا الجديد يانيك فيريرا، طبعا كلنا شفنا الشغل بتاع مصطفى عنتر والنجم بتاع مصطفى عنتر وكلنا شايفين الشغل. لا احنا وصلنا لحته ثانيه خالص. وطبعا لما نيجي نقارن ما بين البرومو بتاع يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك والبرومو بتاع بن رمضان هنلاقي ده في حته ثانيه وده في حته ثانيه. ولازم تقول الصراحه لان مصطفى عنتر هيخلينا عنتر خالص. وطبعا كل جمهور نادي الزمالك ما كانش عاجبه الاسقاط اللي كان موجود في اعلان وي اللي هو الراعي الرسمي للنادي الاهلي. انا حابب برضه اقول ان انا مش عاجبني الاسقاط اللي موجود في برومو مدرب نادي الزمالك الجديد اللي هو موضوع الرايه وجواها النسر زي برضه وعربيه الاسعاف ومخطين حمر، برضه الاثنين مش عاجبين. وفي فرق في التسويق ما بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك، وحابين نعرف ايه هو الفرق. ان اداره النادي الاهلي اتفقت مع اداره النجم الساحلي التونسي على ماتش ودي في المئويه بتاع النجم الساحلي، وكمان النجم الساحلي هيديهم مبلغ كبير قوي بالدولار. لكن اداره نادي الزمالك اتفقت على ماتش ودي مع السكه الحديد عشان المدرب الجديد. وحابب اقول كلنا شفنا الكابتن وائل الاباني كان مدير كره في نادي الزمالك، طلع في برنامج وخد فلوس وقال كل اسرار نادي الزمالك وكل اللي كان بيحصل داخل نادي الزمالك وغرف نادي الزمالك. وعشان كده حابب اقول ان في فرق كبير قوي ما بين ابناء نادي الزمالك وابناء النادي الاهلي. وكلنا شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي انا اصلا مش بحبه، لكن هو ادي خلص شغل في نادي الاهلي وعمره ما طلع اي سر من داخل النادي الاهلي، وعمره ما اتكلم بطريقه وحشه ضد النادي الاهلي مع انهم هم اللي مشوه. ودلوقتي انا حابب اقارن ما بين وائل الاباني اللي طلع وقال كل حاجه وبيغسل غسيله الوحش، وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو عمره ما جاب سيره النادي الاهلي بالوحش. وحبيت اوصل رساله ان اللي بيدمر نادي الزمالك وبيحاربوا نادي الزمالك هم ابناء نادي الزمالك. عشان كده حابب اقول اللي بيخاف على نادي الزمالك بس هو جمهوره. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.